فيلمنا بيبدأ بمجموعة طلبة جامعيين اللي بيتكلموا عن منطقة مرعبة جدا أي حد بيروحها بيكون مصيره الموت. فصاحبتهم أنجلينا بتشوف صور لحوادث حصلت في المنطقة ديت وبتقول لهم إن أكيد المنطقة مسكونة بالجن والشياطين. وأثناء كلامها صاحبها بيمو بيشوف زميلته إيفلين اللي بيكون معجب بيها، فبيروح يتكلم معاها وبيلومها بشدة لأن بقالها فترة ما بتكلمهوش. فبتقول له أنا كنت مشغولة بس عشان بدور على أي بيت أأجره وأعيش فيه، وخلاص لقيت البيت اللي كنت عايزاه وهروح النهاردة أتفرج عليه عشان لو عجبني هأجره. فبيقرر بيمو إنه يروح معاها وبتركب معاه العربية وبيتحركوا ناحية البيت لحد ما فعلا بيوصلوا وبيقابلوا السمسار هناك. فبياخدهم في جولة في البيت دوت وبيقول لهم لو هتأجروا البيت ده ممنوع تحركوا أي حاجة فيه ولازم تحافظوا على العفش اللي فيه كويس. فبتستغرب إيفلين لما بتلاقي إن حجم البيت كبير جدا، هو ما بتكونش فاهمة إزاي بيت بالحجم دوت بسعر رخيص كده. المهم بعد ما بتشوف البيت بتمشي هي وبيمو اللي بيقول لها أنا مش مستريح خالص للسمسار دوت، وكمان مش طبيعي إن بيت بالفخامة ديت يكون سعره رخيص كده. فبتقول له إيفلين أنا هطرد بكرة من البيت اللي عايشة فيه، عشان كده أنا مضطرة إني أقعد في البيت دوت لأن كل البيوت اللي شفتها سعرهم غالي جدا. وفي تاني يوم بيمو بيروح الجامعة، فبيجي صاحبه روي يتكلم معاه وبيقول له احنا رايحين المنطقة المسكونة عشان نستكشفها، فايه رأيك يا صديقي تيجي معانا؟ بيمو بيقول له ماشي بس مش هقدر اجي ابدا غير لما اروح لإيفلين عشان هساعدها في نقل حاجتها للبيت الجديد. وفي نهاية اليوم الدراسي بيروح بيمو هو وباقي الشلة لبيت إيفلين عشان يساعدوها في نقل عفشها. وما بتدخل أنجلينا للبيت بتلاقي باب أوضة بيتفتح لوحده، فبتدخل عشان تشوف إيه اللي جواها لكنها ما بتلاقيش أي حاجة، وبتبدأ تحس إن البيت ده فيه حاجة مش طبيعية. وقتها روي بيكون سايب صحابه طالع عينيهم وهو قاعد بيصور الشجر اللي في جنينة البيت، وبيبان إن في إيد كائن مرعب بتحاول تلمسه، بس لما بيبص وراه بيلاقي إن أنجلينا هي اللي واقفة وبتقول له يلا نرجع البيت يا روي عشان المكان ده خطر جدا عليها. وفعلا بيرجعوا للبيت وبتقول لإيفلين البيت ده فيه حاجة مش طبيعية، وعموما لو حصل لك أي حاجة يا ريت تكلميني. هو بعدها بتمشي هي وأصحابها، وبالليل إخوات إيفلين اللي اسمهم أريا ومايا بيصحوا على صوت موسيقى غريبة جدا في البيت، وبيلاقوا كمان إن الستارة عمالة بتتحرك لوحدها، وبيشوفوا كيان غريب جدا ورا الستارة عمال بيقرب ناحيتهم. فبيترعبوا جدا وبيصرخوا بصوت عالي وبيجروا بسرعة ناحية الباب. فبتيجي إيفلين عشان تشوف فيه إيه، فبيقولوا لها إن في شخص موجود ورا الستارة، بس إيفلين ما بتلاقيش أي حاجة خالص، وبتقول لهم تلاقيكوا بس بتتخيلوا مش أكتر، وبتخليهم يناموا عشان المفروض هيروحوا للمدرسة الصبح. وما بتخرج من الأوضة بتسمع صوت الموسيقى اللي إخواتها سمعوه، فبتروح ورا مصدر الصوت لحد ما بتلاقيه جاي من آلة موسيقية صغيرة، وبتكون مستغربة جدا إزاي الآلة دي اشتغلت لوحدها. فبتقرر إنها ترجع لأوضتها عشان تنام لحد ما فجأة بتلاقي إن الآلة اشتغلت لوحدها تاني، وفي نفس الوقت بيظهر شيطان من وراها، بس بيطلع أصلا إن ده كابوس. وبتصحى إيفلين من النوم وهي مرعوبة، فبتلاقي إن إخواتها قدامها وبيقولوا لها إحنا رايحين المدرسة. في الجامعة بقى بيروح روي عشان يقابل بيمو وأنجلينا، فبيوريهم الصور اللي صورها في بيت إيفلين الجديد، وبيقول لهم كل الصور مش واضحة وعليها بلور، أنا حاسس كده إن البيت ده مسكون وفيه جن وعفاريت. وفعلا أنجلينا بتقتنع بكلامه وبتقول له أنا كمان حسيت إن البيت ده فيه حاجة مش طبيعية، بس لازم نتأكد الأول وما نقولش لإيفلين أي حاجة عشان ما نقلقهاش. المهم في البيت بتخرج إيفلين من أوضتها عشان تروح للجامعة، فبيظهر الجن في مراية صغيرة لكنها مش بتشوفه. وقبل ما تخرج من البيت بتسمع صوت الموسيقى الغريبة، فبتلاقي الآلة الموسيقية اللي شافتها في الحلم شغالة، وبمجرد ما بتتقفل الآلة ديت بيظهر الشيطان، فبيفضل يتحرك في البيت لحد ما بيقرب منها. فبتبدأ إيفلين تحس بيه وبتترعب جدا، بس لما بتبص وراها ما بتلاقيهوش، فبتعتقد إنها بتتخيل وبعدها بتخرج من البيت. المهم بتروح للجامعة وبيجي بيمو عشان يطمن عليها وبيسألها هو انت كويسة ولا لأ، ويا ترى مرتاحة في البيت الجديد ولا لأ برضو. فبتقوله أنا مش عارفة أحدد إذا كنت مرتاحة ولا لأ، يمكن برضو عشان لسه منتقلة للبيت من جديد. فبتحكي له إن امبارح حلمت بكابوس وحش قوي، ومن ساعتها وهي مخنوقة وبتتخيل حاجات ما بتحصلش. في آخر اليوم بقى بيوصلها بيمو للبيت، فبتودعه إيفلين وبتدخل لأوضة إخواتها، فبتلاقيهم نايمين وفي سبات عميق، فبتغطيهم وبتخرج من الأوضة بهدوء. بعد شوية بقى بيصحى أخوها أريا وبيحاول يصحي مايا،
وبيقول لها أنا عاوز أدخل الحمام، تعالي معايا وصليني للحمام لأني خايف جدا. فبتقول له مايا أنا تعبانة دلوقتي وعايزة أنام، وبعدين أنت كبرت ولازم تروح الحمام لوحدك بقى. وفعلا أريا بيضطر يروح الحمام لوحده، فبيخرج من الأوضة وعلى وشه أشد علامات الرعب، لحد ما فجأة بتشتغل الآلة الموسيقية لوحدها. فبيسمع أريا صوت الموسيقى ديت وبيروح يشوف في إيه، فبيتفاجئ إن في شيطان طالع على السلم وبيفضل يصرخ لحد ما بيشوف مايا جنبه وبيفتكر إنها كانت بتعمل فيه مقلب. ولما بيزعق لها بتتجاهله مايا وبتدخل الحمام. ساعتها أريا بيفضل يخبط عليها على الباب وبيقول لها أنا مزنوق افتحيلي يخرب بيتك. فبيلاقي إن الباب اتفتح لوحده، بس لما بيدخل الحمام ما بيلاقيش مية جواه. وفجأة بيلاقي الشيطان عمال يزحف على الأرض وبيتحرك ناحيته، فبيترعب أريا جدا وبيصرخ بصوت عالي لحد ما بتيجي أخته إيفلين تفتح له الباب وبتسأله في إيه يا أريا. فبيقول لها في شيطان في الحمام ومش عارف دي مية ولا لأ. كالعادة إيفلين بتبص في الحمام وما بتلاقيش أي حاجة، وبعدها بتاخده القطة عشان تنيمه، بس بتلاحظ وقتها إن مايا مش نايمة على سريرها. في الوقت دوت بتكون مايا موجودة في الصالة، فبتشوف الشيطان وبيقرب ناحيتها وبيلمسها. وبعد شوية بتيجي إيفلين تدور عليها وبتلاقيها قاعدة على كرسي متحرك، وبتكون ماسكة الآلة الموسيقية في إيديها. وما بتقرب منها بيهجم عليها الشيطان وبيوقعها على الأرض. المهم في الصبح بيجي اخواتها يفوقوها، فبتلاقي ان اختها مايا كويسة جدا وما فيهاش اي حاجة، فبتحضنها وبتطلب منها تروح المدرسة هي واخوها، وما بتكونش فاهمة اي حاجة من اللي حصلت خالص. إيفلين بعدها بتروح الجامعة وبتحكي لاصحابها اللي حصل، وبتقول لهم انا مش عارفة البيت ده مسكون فعلا ولا انا بيتهيألي، بس انا خايفة امشي من البيت ده على الفاضي لان سعره رخيص جدا، اما كل البيوت التانية فايجارها غالي قوي. فبيقترح عليهم روي انهم يباتوا معاها النهاردة في البيت عشان يتأكدوا فعلا إذا كان البيت مسكون ولا لأ. فبيوافقوا كلهم على الاقتراح دوت وبيروحوا معاها للبيت، وبيكون السمسار واقف بعيد وبيراقبهم، وبيبان إنه مخبي سر خطير جدا. المهم في اللحظة دي بيدخل روي للأوضة اللي المفروض يبات فيها، فبيسمع صوت في الحمام اللي في الأوضة، فبيدخل عشان يشوف في إيه، وبيلاقي إن الحنفية اتفتحت لوحدها. واما بيقفلها وبيخرج بيشوف أريا أخو إيفلين خارج من أوضته وعمال يمشي بطريقة مريبة جدا، فبيفضل ماشي وراه عشان يشوفه رايح فين. المهم في نفس اللحظة بتصحى أنجلينا من النوم على صوت الموسيقى الغريبة، وبتكون عاوزة تخرج من أوضتها عشان تروح ورا مصدر الصوت، لكنها بتخاف إنها تخرج من الأوضة، فبتصور اللوحات والأنتيكات اللي موجودة في الأوضة. وما بتشوف الصور ديت بتتفاجئ بالصور دي وهي نايمة، وبتحس إن الشيطان اللي في البيت هو اللي عمل كده. وقتها بقى بيخرج أريا من البيت وبيدخل الغابة، وبيبان إن الشيطان متحكم فيه. ساعتها بيمشي روي وراه وبيفضل ينده عليه، فبيقول له انت رايح فين انا خايف جدا. وفجأة بيقع على الارض وبيلاقي ان الشيطان جنبه وبيراقبه. بنشوف بقى بيمو وهو صاحي من النوم، فبيصحى على صوت ماريا اخت إيفلين في الأوضة وبتخرج من غير ما تتكلم ولا كلمة. فبيخرج وراها وبيتصل على إيفلين عشان يصحيها، وبيقول لها اختك ماريا عماله بتتصرف بطريقه غريبه قوي وانا ماشي وراها دلوقتي عشان اشوف في ايه. فبتتصدم إيفلين وما بتكونش فاهمه هو مين اللي نايم جنبها دوت، وبيطلع اصلا ان الشيطان هو اللي نايم جنبها. بيفضل يبص لها وكانه عاوز يقول لها قلقت نوم الله يحرقك. إيفلين طبعا لما بتبص له بتترعب جدا وبتطلع تجري على طول. وساعتها بتروح صاحبتها أنجلينا تدور عليها، فبتشوفها وهي قاعدة على الأرض وملامحها مش باينة. وأما بتقرب عليها بتتفاجئ إن ده الشيطان وبتطلع تجري، فبيمسكها من رجليها وبيوقعها على الأرض وبيهجم عليها. أما بقى بيمو فبيكون داخل الغابة عشان يمشي ورا مايا لحد ما بيوصل لكوخ قديم، فبيلاقي إن الشيطان داخل عليه وبيقع على الأرض وبيفقد الوعي. وقتها بقى بتدخل إيفلين الحمام وبيكون الشيطان ماشي وراها لحد ما بتشوفه وهي كمان بتقع على الأرض، فبيهجم عليها وبيفضل يصرخ في وشها وبيخليها تشوف حكاية حصلت من الماضي. فكان في شاب من عيلة غنية جدا متجوز بنت فقيرة اسمها نادين، وأهله كانوا بيكرهوا نادين دي جدا ورافضين جوازه منها لأنها مش على نفس المستوى المادي والاجتماعي. بس نادين وقتها كانت حامل، فبياخدها جوزها البيت عيلته عشان تعيش معاه هناك، وبيطلع ان البيت دوت هو نفس البيت المسكون اللي إيفلين عايشة فيه. المهم جوزها بيروح يتكلم مع والدته وبيحاول يعرفها بنادين، بس والدته بترفض تتكلم معاها لأنها ما بتحبهاش خالص. وبعدها بيقعدوا يتغدوا مع بعض،
فبتقول له والدته أنا مش مبسوطة بالجوازة ديت، وبعد ما مراته تخلف هتاخد منها الولد اللي في بطنها عشان تربيه بنفسها. فبيتجاهلوا كلامها وبيدخلوا لأوضتهم، وهناك بيديها جوزها آلة موسيقية هدية لأنها بتحب الموسيقى، وبتكون دي نفس الآلة اللي بتشتغل لوحدها في البيت. لحد ما في يوم بيكون جوز نادين رايح للشغل، فبيودعها عشان يمشي ويروح. بس لما نادين بتروح لأوضتها بتحس بتعب في بطنها، فبتفهم إنها خلاص على وشك الولادة. فبتخرج من الأوضة وبتفضل تمشي لحد ما بتلمس فازة وبتكسرها بالغلط. فبتيجي حماتها بتزعق لها وبتقول لها انت عارفة الفازة دي بكم، وبعدها بتزقها على السلم. وللأسف نادين بتقع من على السلم وبتموت. ساعتها حماتها بتندع على البواب وبتخليه ياخد نادين ويدفنها في الغابة، وبتقرر تقول لابنها إن مراته طفشت واتخلت عنه وسابت البيت. بنكتشف بقى ان الشيطان اللي بيظهر في البيت دوت يبقى اصلا قرين نادين. المهم في تاني يوم بتفوق ايفلين هي واصحابها وبتروح تتكلم معاهم، فبتعرفهم ان الشيطان اللي هنا ده يبقى قرين نادين، وانه اصلا مش عاوز يأذيهم ولا حاجة. فبتخمن انه بيعمل كل ده عشان عاوزهم يكشفوا الحقيقة ويعملوا مراسم دفن لنادين. فبيطلعوا جثتها وبيعملوا لها مراسم دفن وبيدفنوها بطريقة تليق بيها، وبعدها بيدعوا لها وبيمشوا، وبيكونوا مطمنين ان القرين اكيد مش هيأذيهم في حاجة تاني. بس ماريا اخت ايفلين بتكون موجودة في البيت، وبيبان ان القرين مسيطر عليها هي بس، وناوي على الشر بعد كده. وبيخلص الفيلم. وطالما وصلت لحد هنا فانت متابع مميز، وما تنساش بقى يا وحش لايكك الجميل وسبسكرايبك للقناة، وتابعونا في كل فيديو بننزله الحد والتلات والجمعة الساعة 7. اشوفكم على خير يا مرعبين في فيلم الرعب اللي جاي. مع السلامة.